نستغلوا حشرات اللي متواجده على الجثه لمعرفه زمن الوفاه. الجثه كما كي تكون في مكان ما كاينه الذبابه الزرقاء هذيك ربي سبحانه خلقها، تقدر تكتشف الجثث في اي مكان كان مباشره. تروح الجثه، تروح المخارج اللي في الكور تاع اللي في الجثه، وتروح تحط فيها البيض تاعها، وتروح البيض تاعها هذاك يتفقس ويولي دود. بعدها الدوده هذيك تروح تبعد متر مترتين على الجثه وتدير شرناقه، بعد يخرج منها حشره وتروح تبدا تخدم في تاكل في الجثه. تكمل الحشره هذه الاولى، تروح تجي حشره ثانيه. كل حشره عندها مده زمنيه تجي للجثه. من هذا الاساس نقدروا نعرفوا الجثه هذيك على اساس الحشره اللي نلقاوها هناك شحال عندها من اللي توفات. ونقدروا اذا لقينا حشره متوفيه ميته في الجثه نقدروا نعرفوا منها بعد الخبره انه الجثه هذيك مسمومه، لان الحشرات ما تموتش، تخدم خدمتها وتروح. والحشرات هما افواج، كل حشره معروفه ومدروسه بالاسم، كل وحده كل حشره وقتاش تجي. الحشره الاولى الثانيه الى اخر حشره اللي يسموها العثه، هي اللي تقضي كامل على الانسجه وتخلي جثه هيكل عظمي.